كنت أستطيع التعافي سريعا. هموم اليوم لم تكن تصحبني إلى اليوم الذي بعده. كان الليل كافيا لاستعادة بسمتي بشكل صادق، لأبدأ من جديد في الصباح التالي بروح مفعمة بالأمل. لم أكن أتكلف وأنا ألقي التحية على العابرين والمارة في طرقات الشوارع والعمل. عاملة المستشفى التي أجدها كل صباح تكنس أرضية المكان كان سؤالي عن حالها ومشاغبتها ببعض الكلمات التي تستدعي ضحكات صادقة أمرا حقيقيا تماما. كنت أحب تلك اللحظة التي تبتسم فيها، أو ربما تقهقه وأنا أصر على مشاغبتها. مواساتي للمرضى ومكسور الروح كان أمرا لا يشكل عبئا. حماسة روحي تكون في أوجها عند كل صباح وأنا أجتاز باب المستشفى وأتنفس نسيم الصباح المفعم بالأمل. تحياتي لطلابي وزملائي، واختلاطي وافتعال الأحاديث والمبادرة بالسؤال وإطلاق النكات عوارض صحية تماما لروح متفائلة. لا أعرف ما الذي حدث مؤخرا، لكن يبدو أنه لم يصبني وحدي. أتشارك أنا والكثيرون فيما اعترانا. نتجنب الناس. أسئلتنا عن أحوالنا لم تعد بذات القدر من الصدق. طاقاتنا ليست بذات الاشتعال مع كل صباح. حماسة أرواحنا تآكلت كجذوة أكلت كل الحطب، تنتظر هبوب ريح طفيفة لتغبو. ما أصبحت أجده أن أعباء اليوم لم تعد تختفي في المساء، وأن قدرا كبيرا منها يبقى عالقا في ذهني حتى صباح اليوم التالي. لم أعد أدخل من باب العمل بنفس الاتقاد والحماسة. ألقي تحياتي على المارة الذين ألاحظهم جيدا، ولا نبادر بعضنا التحية. لم تعد نكاتي صادقة لتلك العاملة، ولا هي صارت تقهقه ضحكا. أصبح وجهها أكثر عبوسا وأساريرها أقل إنفراجا. ليس وجهها فقط، الهجوم يعتري وجه الجميع، لكننا ما زلنا نتحلى ببعض العند والإنكار. أرواحنا كثيرة غير أنها تداري ولا تعترف. معاناة الناس التي تضاعفت مؤخرا صارت تحتاج أضعاف ما كنا نبذله من المواساة وجبر الخواطر، غير أن حماستنا أصبحت تكفينا فقط للاستيقاظ من مضاجعنا، وبالنسبة لبعضنا أصبحت تكفيه فقط ليبقى على قيد الحياة. حماستنا لم تعد تتسع لكل هذا العدد المتزايد من البشر الذين صاروا تحت طائلة المعاناة مؤخرا. آمالنا نحو الغد تصبح سرابا كلما تحركنا أكثر نحوها، حتى صار الغد بالنسبة لنا أمرا غير مرغوب فيه لما يحمله من أسى غير مرجو، وتراه عيون توقعاتنا عيانا بيانا. لقد زاد اليوم طعناتنا ونافذ جروحنا، وسلبنا القدرة على التعافي لنصمد في الغد.